بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وحلقة جديدة في سنة جديدة، يا رب تكون سنة حلوة علينا كلنا. النهاردة هنتكلم عن ترطيب الشفايف وخصوصا في فصل الشتاء. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا الموضوع كله، بس ما تنسوش لو دي اول مرة تتفرجي ليا على فيديو وحابة تنضمي لعيلتي الصغيرة على اليوتيوب، تعملي سبسكرايب للقناة وكمان دوسي على زرار الجرس ده عشان يجيلك اشعار اول ما انزل فيديو على طول. يلا بينا نبدأ موضوع. اول حاجة هتكلم عنها هي ايه اسباب جفاف الشفايف. اول حاجه قله شرب الميه وقله شرب السوائل من الحاجات اللي بتخلي البشره جافه والجسم جاف وكمان الشفايف جافه، فلازم نشرب كميه كويسه جدا من الميه عشان شفايفنا تبقى كويسه. تاني حاجه هو الجو اللي احنا بنتعرض له، بيبقى الهواء بارد وجاف. يعني مش بس موضوع البرد هو اللي بيسبب جفاف للشفايف، ممكن تكون الجو حر بيسبب برضو جفاف للشفايف، بس هي الهواء الجاف هو ده اللي بيسبب جفاف البشرة. تالت حاجة كمان هو الجو في الساعة بيجيلنا برد كتير، بنبدأ ناخد أدوية، بيبقى من الحاجات برضو اللي بتسبب جفاف للشفايف، فلازم لما يكون عندنا برد أو طالعين من دور برد نحاول على قد ما نقدر نعمل ترطيب لشفايفنا. كمان بقى عندنا حركة دايما بنعملها كده، لو حاسين ان شفايفنا شوية ناشفة بنعمل كده بلساننا. الحركة دي ممنوع تماما، انها بتسبب جفاف البشرة اكتر. كمان من الحاجات اللي بتسبب جفاف البشرة هو الأكل، أنواع أكل معين. يعني مثلا لو عندك ممكن تاكلي أكل مالح أو أكل حار شوية، من الحاجات برضو اللي بتسبب جفاف للشفايف. فخلي بالكم دايما لما تاكلوا حاجة من الأنواع دي تعملوا على طول ترطيب لشفايفكم أو تستخدموا ليب بالم بتاعتكم. اخر حاجه هتكلم عنها، بس مش هتكلم عنها باستفاضه قوي، هي لو حاسين انتوا بتعملوا ترطيب كويس وحاسين انتوا بتشربوا ميه كويسه وكل الحاجات اللي احنا قلناها دي، بس حاسين برضه لسه الشفايف جافه، فممكن يكون في نقص فيتامين معين في الجسم او عنصر معين في الجسم. فطبعا ده حله تروحوا للدكتور تشوفوا ايه تحليل تعملوه، تشوفوا ايه اللي ناقص عندكم، تاخدوا لها بقى فيتامين معين، تاخدوا لها حاجات معينه. بس اهم حاجه تروحوا للدكتور، بلاش حد يكون مجرب حاجه يديها لكم، لان انا بشوف كتير قوي على النت الناس تبقى قصدها تفيد بعض فعلا، بس الادويه خصوصا بلاش. يعني مثلا ممكن نفيد بعض في شامبو، في كريمات، في مش عارفه ايه، حاجات دي طبيعي، لكن الادويه بالذات خلي بالكم. خلصنا اسباب جفاف الشفايف، نيجي بقى ازاي نقدر نرطب شفايفنا وازاي نقدر نعالجها، لان الجفاف بيأثر على تشقق كمان الشفايف وبيخلي كمان شكلها لونه مش طبيعي. طيب ايه اللي انا بستخدمه لتقشير الجلد الميت وترطيب شفايفي؟ بستخدم سكر مع جل الصبار ونقط بسيطة من زيت الزيتون، بخلطهم مع بعض، وبأي فرشة سنان خلاص مش بتستخدميها عندك تبدأي تعملي حركات دائرية على شفايفك. هتبدأ الجلد الميت اللي في الشفايف يروح ويتقشر، وكمان ترطيب الشفايف بياخده من زيت الزيتون. لو انت ما عندكيش جل الصبار ممكن تستخدمي مكانه عسل. العسل حلو جدا اصلا للشفايف وكمان لترطيب الشفايف حلو قوي قوي قوي. ممكن تستخدمي عسل مع سكر بس، ممكن تستخدمي كمان زيت زيتون مع سكر بس، ممكن تستخدمي جل الصبار مع السكر بس. انا بس حبيت اقول لكم الطريقه اللي انا بعملها عموما، وممكن نستبدلها بحاجات تانية كمان. كمان عايزه اقول لكم حاجات طبيعيه حلوه للشفايف. البنجر حلو جدا 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 للشفايف، بيخلي كمان لون الشفايف حلو، والشرائح الخيار بيخلي شفايفنا كمان لونها يرجع لونها الطبيعي. لو اللون بتاع الشفايف بدأ يغمق شويه، لو عملنا عليها شرايح خيار بيخلي لون شفايفنا ترجع زي الاول. اجي بقى اتكلم عن انا برتب شفايفي قبل ما انام بايه. برتبها بليب بالم لابيلو، انا بستخدمها بقالي سنتين وحلوه جدا وبنوع فيها صراحه. واخر حاجه جبتها كانت البطيخ، كانت حلوه قوي قوي. بصوا بقى، لابيلو في ناس بتحبها وفي ناس لا. شوفوا انتوا جربوا الحاجه اللي بتحبوها وهاتوها. انا مش بقول لكم لابيلو يعني هاتوا لابيلو، لا، في منها في ليب بالم نيفيا، في ليب بالم بالمرز، في انواع كتير، في ميبلين بينزل، في حاجات كتير قوي 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 ليب بالم. فانتوا شوفوا النوع اللي انتوا بتحبوه وهاتوه جربوه، ان شاء الله هيعجبكم. بس حطوها قبل ما تناموا وهتلاقوا ان شاء الله فرق كبير جدا جدا في شفايفكم. كده انا وصلت لاخر الفيديو، يا رب يا رب يكون فيديو حلو كده وعجبكم واستفدتوا منه كمان. هستنى رايكم واستنى الكومنتس بتاعتكم اللي بحبها وبموت فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، وباي باي.